مرحبا يا متابعينا الأعزاء. نزار القباني هو أحد شاعر الكبير السوري. موضوعنا عن حياة نزار القباني. نزار بن توفيق القباني هو شاعر ودبلوماسي وناشر سوري معاصر، ولد في 21 من مارس 1923 في دمشق، وتوفي 30 من أبريل 1998 في لندن، من أسرة عربية دمشقية عريقة. لديه 4 أولاد. عرف القباني بشعره في المرأة والحب والحرب، فالمرأة كانت عنده هي المحور الذي يدور حوله والفلك الذي يسير فيه، لذا لقب بشاعر المرأة. فشعر القباني كان مختلفا عن الشعر القديم، فهو يعد من أشهر رواد الشعر الحديث في العالم العربي. كما وقد عرف نزار قباني بأشعاره الرومانسية كقصيدة أحبك جدا وقصيدة حب بلا حدود وغيرها من القصائد الجميلة المميزة. أنهى نزار قباني مرحلة الدراسية الابتدائية والثانوية في الكلية العلمية الوطنية في دمشق، وكانت تنهج هذه المدرسة نهجا دراسيا حديثا، حيث كانت اللغة الفرنسية هي اللغة الثانية، وكان المعلمون فرنسيون يأتون من فرنسا. وقد كان لدراسة نزار في هذه المدرسة أثر كبير من ناحية الأدب، لأنه استقى علمه في بواكر حياته من مصادر الأدب الفرنسي، وبهذا يكون قد اطلع على الثقافة الأوروبية وعلى فكرها الأدبي. وحصل نزار على شهادة الثانوية من هذه المدرسة. دخل نزار كلية الحقوق عام 1941 ميلادية، وتخرج منها عام 1945 ميلادية. وبعد تخرجه عمل نزار في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، حيث عين سفيرا لعدة دول، منها القاهرة ولندن والصين وإسبانيا وتركيا. وقد أتاح له هذا العمل التنقل بين دول عديدة، لكنه استقال من عمله عام 1966 ميلادية، واستقر في لبنان لكي يتفرغ لكتابة الشعر، حيث أسس دار نشر خاصة بأعماله سماها. زواج الشاعر نزار قباني. تزوج نزار قباني عام 1948 ميلادية من امرأة سورية من دمشق، وأنجبت له من الأبناء توفيق وهدباء، لكن توفي توفيق وهو صغير، أما هدباء فقد امتد عمرها إلى ما بعد وفاة والدها. وفي السبعينات من القرن العشرين وقع نزار قباني في حب بلقيس الراوي وتزوج منها، وهي سيدة عراقية كانت تعمل في السفارة العراقية في بيروت، وقد ذهبت ضحية في حادث انفجار في السفارة، وكان لموتها أثر بالغ في نفس نزار، ورثاها بقصيدته الشهيرة بلقيس، والتي أثار بها مشاعر كل العرب، إذ حزنوا لحزنه على وفاتها. بواكير الشاعر نزار قباني في الشعر. بدأ نزار حياته بالاهتمام بأشياء فنية أخرى غير الشعر كالرسم والموسيقى، ففي سن 12 أتجه ميوله نحو الرسم، وظن أن الرسم هو طريقه، لكن في سن 14 شعر برغبة في الموسيقى، لكن سرعان ما تلاشت هذه الرغبة، كما تلاشت رغبته في الرسم، فتحول إلى الشعر الذي وجد نفسه فيه، فصار يرسم قصائده بالقلم كما يرسم لوحاته بالألوان. وقد كتب أول قصيدة له عام 1939 ميلادية وهو لا يزال على مقاعد الدراسة في سن 16، وكان ذلك في رحلة مدرسية على متن باخرة كانت متجهة إلى إيطاليا، حيث كتب قصيدته قالت السمراء، والتي كانت عنوانا لأول ديوان شعري صدر له، وكان ذلك عام 1944 ميلادية. إنتاج الشاعر نزار قباني الشعر والأدب. ترك نزار قباني إرثا غيزيرا من المؤلفات الأدبية والشعرية، نوردها مقسمة كالآتي: المؤلفات 3. كتاب عن الشعر والجنس والثورة، صدر عام 1971 ميلادية. كتاب قصتي مع الشعر، صدر عام 1973 ميلادية. كتاب يوميات مدينة كان اسمها بيروت، صدر عام 1978 ميلادية. كتاب المرأة في شعري وفي حياتي، صدر في عام 1981 ميلادية.
كتاب العصافير لا تطلب تأشيرة مرور، صدر عام 1981 ميلادية. كتاب الكلمات تعرف الغضب، صدر في جزئين عام 1983 ميلادية. كتاب لعبت بإتقان وها هي مفاتيحي، صدر عام 1990 ميلادية. كتاب بيروت حرية لا تشيخ، صدر عام 1992 ميلادية. كتاب دمشق نزار قباني. كتاب الشعر قنديل أخضر. كتاب شيء من النثر. كتاب الكتابة عمل انقلابي. كتاب ما هو الشعر. القصائد والدواوين شري. قصيدة سامبا، صدرت عام 1949 ميلادية. ديوان أنت لي، صدر عام 1950 ميلادية. قصيدة قصائد، صدرت عام 1956 ميلادية. ديوان حبيبتي، صدر عام 1961 ميلادية. ديوان الرسم بالكلمات، صدر عام 1966 ميلادية. ديوان قصائد متوحشة، صدر عام 1968 ميلادية. ديوان يوميات امرأة غير مبالية، صدر عام 1968 ميلادية. ديوان كتاب الحب، صدر عام 1907 ميلادية. ديوان 100 رسالة حب، صدر عام 1907 ميلادية. ديوان لا، صدر عام 1907 ميلادية. ديوان قاموس العاشقين، صدر عام 1971 ميلادية. ديوان أشعار خارجة عن القانون، صدر عام 1972 ميلادية. ديوان أنا رجل واحد وأنت قبيلة من النساء، صدر عام 1975 ميلادية. ديوان 50 عاما في مديح النساء، صدر عام 1975 ميلادية. ديوان قصائد مغصوب عليها، صدر عام 1975 ميلادية. قصيدة بلقيس، صدرت عام 1975 ميلادية. ديوان أحبك أحبك والبقية تأتي، صدر عام 1978 ميلادية. ديوان إلى بيروت الأنثى مع حبي، صدر عام 1978. ديوان كل عام وأنت حبيبتي، صدر عام 1978 ميلادية. ديوان أشهد أن لا امرأة إلا أنت، صدر عام 1979 ميلادية. ديوان هكذا أكتب تاريخ النساء، صدر عام 1981 ميلادية. قصيدة العصافير لا تطلب تأشيرة الدخول، صدر عام 1983 ميلادية. ديوان الأوراق السرية لعاشق قرمطي، صدر عام 1989 ميلادية. ديوان لا غالب إلا الحب، صدر عام 1990 ميلادية. ديوان إضاءات، صدر عام 1998 ميلادية. ديوان طفولة نهد. قصيدة هوامش على دفتر النكسة. ديوان مواويل دمشقية إلى قمر بغداد. ديوان أشعار مجنونة. ديوان الحب لا يقف على الضوء الأحمر. ديوان الكلمات تعرف الغضب. ديوان تزوجتك أيتها الحرية. ديوان الكبريت في يدي وبلادكم من ورق. ديوان هوامش على الهوامش. ديوان هل تسمعين صهيل أحزاني. قصيدة متى يعلنون وفاة العرب. قصيدة المهرولون. ديوان تنويعات نزارية على مقامات العشق. ديوان سيبقى الحب سيدي. ديوان قصائد لم تمت. ديوان لاها. ديوان المختار من شعر نزار. الأعمال السياسية الكاملة. المسرحيات. كتب نزار قباني مسرحية واحدة هي جمهورية جنونستان، لبنان، سابقا عام 1977 ميلادية. خصائص شعر الشاعر نزار قباني: الأسلوب واللغة الشري. اهتم نزار قباني بلغته الشعرية اهتماما بالغا، فمن الأمور التي شغلت باله عندما بدأ الكتابة هي اللغة التي يكتب بها، فاختار لغة تكون وسطا بين لغة الفصاحة المتقنة ولغة المشافهة اليومية الجارية على الألسن، فجاء بلغة بسيطة سلسة تحاكي لغة الشارع العربي، واستمدت مفرداتها من الحياة اليومية،
فامتازت ألفاظها بالبعد عن التعقيد والغرابة، إذ لا تحتاج إلى شرح لفهم ما ترمي إليه من معاني. وقد مزج نزار في شعره بين ثلاثة استعمالات لغوية، هي استعمال اللغة الفصحى المكتوبة، استعمال اللغة المحكية مثل الشتا ويشيل وحلون، وعبارات مثل من زمان زمان، والنقاط على الحروف وغيرها، استعمال عامي مثل أزميل واستنظر ومنقوشة زعتر والكورنيش. أطلق نزار على لغته الشعرية الجديدة هذه اللغة الثالثة، وعلى الرغم من بساطتها إلا أن تقليدها صعب، إذ تفرد بها وأصبحت سمة خاصة بشعره. وتجدر الإشارة إلى أن شاعرنا لم يهمل أو ينبذ اللغة الفصحى ماما، إنما كان يهدف إلى إيجاد لغة تكون قريبة من لغة عامة الناس. وقد قال معبرا عن ذلك: لم أسقط القاموس كله من حسابي، لأن اغتيال لغة بأكملها هو نوع من الجرائم المستحيلة. أنا قتلت من المفردات ما هو مقتول فعلا، أي المفردات التي تصلبت شرايينها وتخشبت مفاصلها، ولم تعد قادرة على المشي أو على الكلام. ومهمتي كشاعر أن ألتقط الشعر من أفواه الناس وأعيده إليهم. تنوع القافية. تنوع القافية يعني عدم التزام الشاعر بالوزن التقليدي، والذي يقوم على بناء القصيدة على قافية واحدة. وقد لجأ الشعراء المعاصرون إلى هذا النوع من القافية بسبب تطور أدوات الشعر الفنية بشكل خاص، وبسبب تطور قضايا الحياة والعصر بشكل عام. وقد تأتي القافية المتنوعة بسيطة بمجرد كسر رتابة القافية الموحدة، وقد تأتي بشكل معقد أكثر، أي مركبة تقوم على التنوع الموسيقي، أو متناوبة تقوم على تحطيم وحدة الروي، كأن يأتي الشاعر بسطرين على قافية واحدة، ثم بسطرين على قافيتين مغايرتين للقافية السابقة، ثم يأتي بسطر على قافية السطر الأخير، ثم يأتي بسطر آخر على قافية السطر الذي قبله، فتبدو التقفية على هذا النحو متبادلة. وقد ظهر هذا النوع من التفاوت في القافية بشكل كثيف في شعر نزار قباني، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على وعي الشاعر وسيطرته على أدواته الفنية، وعلى عمق وتنوع تجربته الإنسانية في الحياة. ومثال على تنوع القافية في شعر نزار قصيدة مع الجريدة، أخرج من معطفه الجريدة: وعلبة الثقاب ودون أن يلاحظ اضطرابي، ودون ما اهتمام تناول السكر من أمامي، ذوب في الفنجان قطعتين ذوبني، ذوب قطعتين وبعد لحظتين ودون أن يراني ويعرف الشوق الذي اعتراني، تناول المعطف من أمامي وغاب في زحامي. وظيفة الشعر عند الشاعر نزار قباني. وظيفة الشعر عند الشاعر نزار قباني. عوامل مما أثرت في حياة وشعر نزار قباني. كان في حياة نزار عدة عوامل كان لها أثر عميق في نفسه انعكس على شعره، وقد ذكرها في كتاباته النثرية، وهي: انتحار شقيقته بسبب رفض أهلها الزواج بمن تحب، فقد كان موتها أحد العوامل النفسية التي دفعته للكتابة عن المرأة والحب بكل طاقته، ولذلك أطلق عليه لقب شاعر المرأة. وفاة والدته التي كانت بالنسبة له مصدر العطف والحنان، إذ كانت توليه رعاية خاصة، فحين فقدها تولد لديه شعور بالحرمان. وفاة والده الذي كان بالنسبة إليه رمز من رموز الوطن، فموته زرع في نفسه الخوف من المستقبل. شعوره بعدم الاستقرار نتيجة سفره المستمر وإحساسه الدائم بالغربة والحنين إلى الوطن. قضية فلسطين لا سيما أحداث حزيران كونت لديه إحساسا بالضياع. أحداث بيروت وما حدث فيها من دمار وخراب. المرض الذي أصابه في قلبه، ولديه إحساس بالقلق والخوف من الموت. وفاة زوجته بلقيس التي أحبها كثيرا. الجوائز التي حصل عليها الشاعر نزار قباني. نال نزار قباني العديد من الجوائز والأوسمة العربية والعالمية، منها وسام الجمهور من المحيط إلى الخليج، وهو أرفع وسام حصل عليه. وسام الاستحقاق الثقافي الإسباني عام 1964 ميلادية، وقد حصل على هذا الوسام تقديرا لجهوده في إقامة الصلات الثقافية بين العرب وإسبانيا.
جائزة سلطان بن علي العويس للإنجاز العلمي والثقافي، حصل عليها في دبي في 24 من آذار مارس عام 1994 ميلادية. وسام الغار قدمه له النادي السوري الأمريكي في بلدية دمشق سي دي في 24 من أيار مايو عام 1994 ميلادية. ميدالية التقدير الثقافي قدمتها له الجمعية الطبي العربي الأمريكي لجنة الثقافة والتر كليفلاند بونيي عام 1994 ميلادية. عضوية شرفية في جمعية خريجي الجامعة الأمريكي في بيروت، وحصل على درع الجمعية في 30 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1995 ميلادية. جائزة جبران العالمي قدمتها له رابطة إحياء التراث العربي في سيدني، أستراليا. وفاة الشاعر نزار قباني. توفي الشاعر نزار قباني في بريطانيا في مدينة لندن يوم الخميس بتاريخ 30 من نيسان إبريل عام 1998 ميلادية، وقد نقل جثمانه إلى سوريا حيث دفن في دمشق في مقابر العائلة بناء على وصيته التي قال فيها يصف دمشق: هي الرحم الذي علمني الشعر وعلمني الإبداع وأهداني أبجدية الياسمين. وهكذا يعود الطائر إلى بيته والطفل إلى صدر أمه، وهكذا انتهت رحلة الشاعر نزار قباني وعاد إلى وطنه ليحتضنه ثراه. شكر لمشاهدتكم ومتابعتكم.